السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وتفاؤل. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، واللي ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله مع بعض النهارده هنعمل التورته البسيطه دي، هنعملها بطريقه سهله جدا بمقادير مظبوطه زي ما انتم شايفين، شيك جدا وبسيطه، بتطلع معانا كمان تحفه. حلوة جدا يا جماعة. نقول بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله، وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. أنا هستعمل بقى في الكيك ده كليته 4 بيضات. هقسمه، يعني مثلا أنا عاملة صينيتين مقاس 26، هحط في كل صينية بيضتين، حوالي مع كل بيضتين بحط حوالي تلت كوباية سكر، ومعلقة من الخل، طبعا بيض يعني فانيليا. انا بدال ما بحط الاربع بيضات وبعمل الكمية كلها مرة واحدة، لا، انت لما بتقسمي الكمية بتتضاعف كمية الاسبونج، بيبقى حلو جدا معانا. يبقى حطينا بيضتين، حوالي تلت كوباية سكر، فانيليا، وحطينا ونحط كمان معلقة كبيرة من محسن الجل، وحطينا حوالي كوباية وربع من الدقيق منخولين، معاهم معلقتين من النشا، وكمان معلقة من الكيك شيف او البيكنج باودر. كل ده يا جماعة بننخلهم، طبعا المواد الجافة دي بننخلهم أكتر من مرة، مهم جدا. بعد كده بنحط كله في العجانة. يكون معانا كمان حوالي تلت كوباية من المية المتلجة، يعني أقل من نص بشوية مية، يكون فيها يا ريت مكعبات من التلج. طبعا قبل ما نشتغل في أي حاجة فرننا ساخن على درجة حرارة 180، السلك في الرف اللي في النص. بنحط طبق كده في قاع الفرن عشان خاطر ايه؟ يوزع معانا الحرارة كويس، طلع معانا الاسبونج حلو جدا. يعني انت بدل ما تشتغلي بالاربع بيضات كلهم مره واحده، انا قسمت الكميات كلها بالنص، بتطلع معانا بقى ايه؟ هايله وحلوه جدا. تطلع معاكي 4 ديسكات، يعني من 4 بيضات هنعمل التورته القمر اللي شفناها مع بعض كده ايه في بدايه الفيديو. كده تمام تمام. يبقى حطينا البيضتين وحطينا السكر، بيكنج باودر، الكوبايه وربع دقيق، المعلقتين النشا، وشغلنا ايه العجان زي ما انتم شايفين كده. مفيش عجان يبقى فيه مضرب كهربائي يا دوب. بنعمل بنكرر الخليط ده، بنعمله مرتين. طبعا حاطين اي ورق كراسه، ورق رسمي، ورق زبده، زي ما تحبوا. شايفين يا جماعه البطين عاملين كميه قد ايه؟ والقوام حلو جدا. لازم القوام يبقى كريمي كده، ما يبقى البيض يبقى من التلاجة، الميه يبقى فيها قطع تلج. كل ده بيدينا كميه كويسه جدا للسبونج، وبيطلع معانا السبونج ناجح. شايفين حلو جدا، طالع معانا هايل. شايفين حلو قوي، بيطلع معانا كميته حلوه. بنسويها دي ايه؟ يجي في مقاس 24 او 26، بيبقى تحفه. كل ما تقللي حجم الصينيه كل ما يطلع معاكي الاسبونج عالي، بس انا شايفه ان حجمها كان مناسب جدا. بالراحه كده بنسويه. شايفين عملت المقدار في صينيتين. بعد ما دخل الفرن معانا بقى بياخد حوالي يا جماعه نص ساعه، استوى معانا وبقى تحفة. بنغطيه تاني يوم او لا يقل عن 4. شايفين طلع معايا كل صينية قطعتها لديسكين. وطبعا بنعين الطبقة اللي هي من فوق خالص الملزقة دي، وبنسيبه لا اما من بالليل للصبح، لا اما لا يقل عن 6-7 ساعات لحد ما يهدى معانا خالص عشان ما يفرولش. زي ما انتم شايفين الكريمة بتاعتنا متماسكة وحلوة جدا. برضو مهم انك تحطي للكريمة مية فيها قطع تلج صغيرة، بس طبعا مش كبيرة عشان الجهاز ما يبص منك. حطينا كوباية ونص من المية المثلجة، كوباية من الكريم جانتيه الخام اللي هو البودر، انا بستعمل ماركة المتحدة، وكمان معلقتين من الباستر كريم او معلقتين من اللبن البودر. ده او ده يقضي الغرض، بيدي قوام وطعم تحفة. وكمان نص كوباية سكر عادي جدا، يكون بس حبيبات ناعمة. وزي ما تحبي، لو عايزة تقللي السكر بتحبي الحاجة مش مسكرة قوي، برضو زي ما تحبي. في الوقت ده بقى عندي صوص من الفراولة، تقدر تحطي صوص كراميل او صوص شوكولاتة او نوتيلا او اي حاجة زي ما تحبي. دي تطعيمة بتبقى حلوة جدا جوه الكيك. ابتدينا حطينا طبعا الطبقة، وحطينا
شربات خفيف، حطينا كريمه. شربات خفيف عباره عن ايه؟ مثلا 3 معالق سكر على حوالي كوبايه الا ربع من الميه، ندوبهم كويس جدا جدا ونبتدي ايه؟ نسقي بيهم. طبعا يا جماعه لو سقيتوا بميه الكمبوت بتبقى ايه؟ بتدي صلاحيه للكيك اقل، يعني ممكن تحمض معاكي الكيك. فدي ميه بسكر عاديه خالص. ممكن تعملي حوالي كوبايه من السكر عليهم مثلا كوبايتين من الميه، تاخديهم غلوه على النار كده، تحطي كيس من الفانيليا، بتبقى خفيفه كده زي شربات البسبوسه. ونقدري تحتفظي بيهم بقى في ازازه او في اي حاجه، ونحطهم في ايه؟ في التلاجة، ونستعملهم وقت ما نكون هنعمل تورت او جاتو او حاجه نشتغل فيهم. اما لو انت ايه مش عامله مشروع او حاجه، الكلام ده اللي عامله مشروع وبتشتغل دايما في الجاتو والتورت. اما لو هتعملي حاجه كده لبيتك، فانت ايه يستحسن اول باول يا دوبك هي معلقتين من السكر، نص كوبايه حسب الكيك بتاعك وحسب انت هتعملي كام طبقه، وتحطيها عليهم يعني نص كوبايه ميه، كوبايه الا ربع، وتدوبيهم كويس، وتبتدي ايه؟ تسقي بيهم الكيك بتاعك. زي ما انتوا شايفين طبقه ورا التانية بنحط كريمتنا، بنسقسق الكيك زي ما انتوا شايفين، بنحط صوص من الفراوله كده. حلو جدا يا جماعه. الاربع طبقات دول حلوين جدا، من 4 بيضات تحفه، وحوالي يعتبر كوبايتين ونص من الدقيق. قسمناهم طبعا زي ما انتوا عارفين على نصين. تقدري تشتغلي بالمضرب الكهربائي اليدوي او بالعجان، لكن خلاف كده يا جماعه الكيك الاسفنجي ما ينفعش. واحده واحده كده هنبتدي نوزع الكريمه بالاسباتيولا كده. بتحطي كريمه كويس جدا في الجوانب، وبعد كده ايه؟ بتساويها زي ما انتم شايفين، بتساوي معانا بمنتهى السهوله. احنا الاول بنسويها كده شويه، وبعد كده بنزود كريمه تاني عشان بس الفتافيت. شايفين بقى في الوقت ده بزود الكريمه. انا كوبايه الكريم جانتيه الخام بتكسي معايا التورته دي. ممكن لو عاملاها للشغل تديها حوالي كوبايه ونص كريم، لكن انا عاملاها للبيت فتقدري من كوبايه كريمه تكسيها، لانك ممكن ما تزوديش الكريمه زياده لما تكوني عاملاها للبيت. وبتطلع زي ما انتم شايفين حلوه جدا، وزي ما شفتوها في اول الفيديو طلع لواها حلو وتحفه، وطعمها كمان يا جماعه كان هايل. واحده واحده كده بنبتدي نحط. نتاكد بقى ان الايه كل حاجه. واول كمان ما بعمل الكريمه بشيل شويه كده في القمع، عشان لو حبيت اعمل روزيتات بعملهم برضو من نفس الكريمه. اول ما بتشتغلي وتعملي الكريمه كده بتاخدي ايه حبه في القمع اللي هتشتغلي بيه، ويكون محطوط فيه طبعا التب بتاعه، وبنحطه في التلاجة. مجرد ما بنخلص الكريمه ونعمل روزيتات او حاجه تقدري تشتغلي بيها. اسكرابر مشرشر كده، وعلى طول على طول بتبص تلاقيها ظبطت معانا وعشرة على عشرة. شايفين بتطلع معانا تحفه، بيداري اي دفوهات في الكيك، بتبقى حلوه جدا. علواها حلو يا جماعه قوي، طالعه معانا تحفه، وكمان الكيك بتاعها بيطلع في منتهى الجمال. امشوا كده بنفس الطريقه وان شاء الله تطلع معاكم احسن من كده. بتاخد معانا من تلت ساعه لنص ساعه في الفرن. طبعا ما تفتحيش الفرن خالص يا جماعه قبل 25 دقيقه. احنا بنتكلم في دي لو عاملاها في صينيه واحده تقعد حوالي اكتر من 40 دقيقه، لو حاطه كل الكيك على بعضه، فنقسماها على صينيتين مقاس واحد، فبتاخد معانا، بتبقى طبعا الكميه قليله فما بتاخدش وقت كتير من السوى، فبتاخد من 25 دقيقه لحوالي نص ساعة بكتير، وبتبقى جاهزة معانا. بتطلعوها تغطيها زي ما شفتوها كده، وتسيبوها لا اما لتاني يوم لا اما لا يقل عن 6 ساعات، تطلع معاك يا جماعة هايلة. احنا مع بعض اهو النهاردة بالراحة وشوية شوية بوريها لكم. مسحت بقى الايه القعدة بتاعتي، وحطيت كده اي مثلا غطا، تحدتي دايرة في النص، بس تسيبي على الحواف ايه شوية زي ما انتوا شايفين كده. ونبتدي نجيب القمع بتاعنا ونعمل روزيتات على الدايره اللي احنا ايه حددناها. في الوقت ده يا جماعه تقدري تعملي جناش شوكولاته بيضه، معلقتين 3 لبن كده على كوبايه من الشوكولاته البيضه، يغلوا على النار. الاول اللبن تطفي النار، تحط الشوكولاته المبشوره البيضه، تفضلي تقلبي تقلبي تقلبي. ده يبقى ايه جناش شوكولاته بيضه. لا اما طبعا لو في نوتيلا يبقى احلى واحلى. بنبتدي كده نقلبها. ناخد حوالي 3 معالق كده من النوتيلا، نحط عليهم معلقتين زيت نوعيه كويسه،
ندوبهم كويس برضو قوي 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 كده، يبقى جاهز معانا. تقدري تحطيه ايه في قمع. شايفين تحفة. انا بصراحة ما كانش عندي نوتيلا، اشتغلت باللي هو جناش الشوكولاتة الابيض. تحطي كده في النص وتحطي على الحروف. انا النهارده عملتها ما فيهاش اي حاجه خالص زي ما شفت في اول الفيديو، يا دوبك حطيت الجناش في النص وعلى الحروف، وشويه على الحروف تنزل كده ايه زي دموع كده ايه على الحروف الكيك، بتبقى حلوه وشكلها شيك قوي اهو زي ما هنشوف مع بعض كده. برضو هي سهله يا جماعه خالص، ما فيهاش اي تعقيدات، بتطلع معانا والله في الاخر تحفه وهايله. واحده واحده كده خلصناها زي ما انتم شايفين طالعه معانا تمام. مفيش اي حاجه غير ان حطيت اسبرينكيلات رفيعه اللي هو البونبون الرفيع ده. وقبل ما تقطعوا اي حاجه يا جماعه، السكينه المشرشره بتاعتنا في ميه سخنه بتطلع معانا هايله. يا رب تعجبكم. انتظروني في وصفه جديده. اسيبكم على خير واشوفكم على خير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله ورعايته، مع الف سلامه.